يلا بينا نعمل كيك عائلي لجوع آخر الليل لما نبقى قاعدين قاعدة كده ونسهر شوية، مثلا في المذاكرة أو قدام حاجة ونلاقي نفسنا جوعنا جامد. وده اللي حصل النهاردة، وعملنا حتة كيك ما فيهاش غلطة فعلا زي ما بيقولوا. لأول مرة أعمل المقدار ده من الكيك. طبعا هو كيك خلاط، عملت كوبايتين كبار سكر مع كوباية كبيرة لبن عالي الدسم أو كامل الدسم مع 4 بيضات. على طول كنا نعملها ببيضتين أو 3 بيضات، النهاردة عاملاها ب4 بيضات بلدي. وعلى طول كنا نعملها كوباية ونص سكر، لا المرة دي عملنا كوبايتين سكر وكوباية لبن كبيرة. كمان هعملها بكوباية سمنة مما يعادل 4 معالق سمنة. وبرضو المرة دي أنا عاملاها لكم بالسمنة مش بالزيت، أو مش ميكس زبدة مع سمنة، دي سمنة وسمنة فرن كمان. طلعت ريحة وطعم قلب الدنيا، بس امشي معايا في نفس المقادير. كمان اوعي تنسي عصرة الليمونة او نص ليمونة اللي هتخليها بيضة بياض القطن، وهتخلي مفيش فراغات وموزعة الهواء جوه الكيك. طبعا احنا ضربنا الكلام ده كله على الخلاط لمدة من 5 دقايق ل10 دقايق، بس قبل اخر ضربة بحط كيس فانيليا. تمام. هنا كمان أنا نخلت 4 كوبايات دقيق. على طول كنا بنعملها بكوبايتين ونص أو كوبايتين، لا النهاردة عملنا 4 كوبايات دقيق، لأن احنا كنا عايزينها تملى طاجن البايركس وتكفينا كلنا، مش عشاء كمان وبس، لا وفطار. كيس البيكنج باودر كله، وانا استعملت هنا كيك شيف، وحبيت اقلبه كده امكسه مع الدقيق قبل ما انزل بالدقيق التاني عشان ما يركنش في اي كورنر، والكيك يطلع هابط من ناحية وعالي من ناحية تانية. يعني احنا المفروض كمان بعد ما ننخل عليه الدقيق، لا يعني ننخل المقدار او ننخل المقدار كله تاني بالبيكنج باودر. بعد ما خلاص خلصت نخل، بتعملي ايه يا ست الكل؟ بتجيبي شوية ملح صغيرين قد فرقة الايد كده وتحطيهم. هو مشهور ان هي سنة، بس هي بتعمل ايه؟ هي بتدي هشاشة ومزازة للعجينة. تمام. اهي فرقة صغيرة. بنبتدي نمكس كله كده مع بعض على يعني بمعلقة معاكي كبيرة. انا لقيت البولة دي صغيرة، مش هتستحمل السوائل كمان مع المكونات الجافة، فاضطريت ان انا احطها في قالب اكبر عشان انزل بالمكونات السايلة واعرف اقلب كويس. طبعا هنا هيبقى تقليب عادي بقى، مش هنعجن. اوكي. يا دوب السوائل تتشرب مع المكونات الجافة والملمس يبقى كريمي، ابتدي انزل في المول او في في القالب. وهنا خلاص القوام كريمي. يلا بقى اعملي شير واعملي لايك واعملي كومنت، قوليلي ايه رأيك في الكمية بتاعت النهاردة، وايه رأيك اصلا في كيك السمنة؟ عملتيه ولا لسه بتعمليها بالزيت او ميكس الزبدة مع الزيت؟ ما جربتيش السمنة؟ لو جربتيها قوليلي نجحت معاكي ولا كان ليها عيوب. انا الحمد لله الكيك نجح، وانا عملتها لأول مرة بالسمنة
طبعا ما كانش عندي زبدة وزيت، بس كان عندي سمنة فرن، فايه احنا مضطرين بالليل بقى اهو جعانين وبنذاكر، فانا اضطريت اعملها بالسمنة. تمام. طلعت جميلة جدا من اول مرة، وادي النتيجة. عايزة اقولك على حاجة مهمة، هي احمرت كده وانا شميت ريحتها في الفرن وحبيت اخرجها، لقيتها من النص لسه ما استوتش، بس هي كانت هتتحرق من تحت، فاضطريت اجيب قالب تاني ألمونيوم واملاه مية واحطه تحت على الصاج في الفرن، فده اداها طراوة وما خلاهاش تتحرق من تحت وخلاها تستوي من فوق. دي برضو نقطة يعني ايه حبيت اقولها لكم علشان انتوا تتعلموا منها وتلحقوا نفسكم، مش في الكيك وبس، اي طواجن تانية سواء اكل او حلويات، لو لقيتي اسفل الطاجن هيتحرق منك وفوق لسه ما استواش او لسه ما اتحمرش، ما تستسهليش وتشغلي الشواية، لا انت ممكن تحطي طاجن تاني او قالب تاني فيه مية وتحطيه على صاج البوتاجاز. المعلومة دي رحمة ونور على حماتي الله يرحمها، هي اللي كانت قايلة لي كده. بقطع الكيك بتاعي بالطول عادي، وبعدين بقطعه العرض بتاعه مايل عشان يدينا شكل الدايموند او كده، يعني انتوا هتشوفوه في الاخر. تمام. انا عشان طلعت سخنة فكسرت مني حتة، المفروض ما كنتش قطعتها ايه سخنة، بس اللون ابيض وهشة وعالية مرتفعة، مفيش حتة هابطة وحتة مرتفعة، كلها ارتفاع واحد. شايفين الجمال؟ طبعا لازم بقى كوباية شاي بقى او نسكافيه، انا فضلت كوباية نسكافيه. يلا اعملوها وقولولي ايه رأيكم، نجحت معاكم من اول مرة زيي ولا حصل اي دروبات؟ اكتبولي في الكومنت وانا هرد عليكم، واسيبكم مع باقي الوصفة، وباي باي.